السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض عشاء كده سهل وخفيف وبسيط جدا. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض شعرية باللبن. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا كيسين شعرية ومعانا كيسين لبن و4 اكياس فانيليا. طبعا كمية الشعرية زي ما انت حابة واللبن زي ما انت حابة. هنجيب بولة ونفضي الشعرية بالشكل ده عشان تبقى جاهزة معانا. وهبدأ بقى اجيب حلة واحطها على النار واحط فيها سمنة وشوية زيت. الزيت معانا بيخلي الشعرية لها لمعة. واول ما السمنة تبدأ تسيح هروح نازلة بالشعرية. كده خلاص السمنة ساحت معانا. هبدأ بقى احمر في الشعرية بالشكل ده كده. هبدأ بقى اقلبها تقليب مستمر، واوعي تسهي عليها علشان الشعريه ما بتاخدش وقت معاكي وبتحمر. واحنا عايزين الشعريه كلها لون واحد، يعني ما يكونش واحده حمراء واحده بيضه وفي واحده محروقه، كلها لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. بقت معانا بالشكل ده كلها لون واحد. كده خلاص هبدأ بقى اضيف الميه. طبعا ميه سخنه ميه ساقعه من الحنفيه زي ما انت حابه. وهظبط الميه واحط السكر واحط الفانيليا. طبعا السكر كل واحد حسب رغبته. كده خلاص هبدأ بقى احط الفانيليا. بس خلاص وهظبط الميه بتاعتنا. طبعا الشعريه ما تاخدش ميه كتير عشان ما تعجنش منك، يا دوبك بس بتغطي الشعريه بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اغطيها. واول ما تبدأ تغلي وتشرب الميه بتاعتها هبدأ بقى اهدي عليها النار. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تشرب الميه، بدأت اهدي عليها النار. وهنا خلاص استوت معانا بالشكل ده كده. طبعا زي ما انتوا شايفين ولا معجنه ولا اي حاجه. وهبدأ بقى اسيبها شويه على جنب كده تهدى عقبال ما اجهز اللبن. واشيل الغطا من عليها كده تبقى ايه تهدى شويه كده بالشكل ده كده. وهبدأ اجهز اللبن. طبعا هنا اللبن انا فضيته بالشكل ده وهبدأ احطه على النار. كده خلاص هبدأ بقى اضيف عليه سكر واحط عليه الفانيليا، علشان اللبن ما ينفعش نحطه على الشعريه دي علشان هيدلع الشعريه. كمان ما ينفعش نحط اللبن بارد هيعجن الشعريه. بنسخنه بالشكل ده كده. وهبدأ بقى احط الفانيليا. وبعد ما حطيت الفانيليا وظبطت السكر بتاعي هبدأ بقى اضيف اللبن على الشعريه. كده خلاص الشعريه هديت معانا بالشكل ده. هبدأ بقى احط اللبن وهبدأ بقى اقلبه كله مع بعض. زي ما احنا اتفقنا طبعا كميه الشعريه زي ما انت حابه. عايزه تزودي لبن زودي. كده خلاص جهزت معانا بالشكل ده. هبدأ بقى احطها في الاطباق. وبدأنا بقى نفضيها في الاطباق بالشكل ده. وبعد ما فضيتها في الاطباق بالشكل ده بدأت احط عليها شويه جوز الهند. ده اختياري زي ما انت حابه، بيديها طعم حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين كده بقت معانا بالشكل القمر ده. بجد يا جماعه فظيعه. حاجه كده خفيفه وسهله في العشاء، مش تاخد منك ولا وقت ولا مجهود. وطبعا الكميه زي ما انت حابه، عايزه تكتري اللبن تقللي الشعريه زي ما انت حابه. وطبعا يا جماعه الشعريه دي بتاكل وهي سخنه، عشان لو قعدت شويه وبردت بتحسي ان الشعريه كلها شربت اللبن بتاعها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.